مع حضراتكم أمل محمد، تيم ليدر من شركة KHL المستشارك العقاري. كلامي النهاردة هيكون مع حضراتكم عن مشروع بيراميدز ميجا سيتي، اللونش الجديد الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع. احنا عارفين ان في شهر 8 أو 9 تقريبا تم طرح اول مرحلة من الميجا بروجكت بيراميدز سيتي، مشروع انفينيتي مول. انفينيتي مول ده كان احدى المباني الموجودة من ضمن 43 مبنى موجودين في بيراميدز ميجا سيتي. المشروع على مدخل العاصمة الإدارية الجديدة، دايركت على البوابات، دايركت قدام النهر الأخضر. حاليا بيتم طرح فتح باب بالحجز في أهم مول قدام النهر الأخضر مباشرة. المول أرضي و3 أدوار، مش مشروع بيراميدز ميجا سيتي، هو مشروع اللي هو المول اللي بكلم حضراتكم عنه. مسطح الدور الأرضي تقريبا على مساحة 12500 متر. كل المساحات الأوت اريا دي بتكون متاحة، حق انتفاع مجاني للوحدات الداخلية، يعني مش بتتباع. مساحات من أول 20 متر. بيراميدز من المشاريع أو من الشركات اللي مشاريعها حققت نجاح كبير جدا سواء في العاصمة أو خارج العاصمة. كفاية بس ان هي اول شركة واول مشروع ليها بيتم افتتاحه في العاصمة هو شركة بيراميدز مول جراند سكوير. يعني نرجع كده فلاش باك شوية قبل طرح المشروع الجديد. مول جراند سكوير في منطقة الحي المالي جنب الوزارات، هو تم الافتتاح من حوالي تقريبا شهر. كل الوحدات فيه متأجرة سواء مكاتب أو محلات تجارية، وبيراميدز أخدت كمان مقر ليها هناك بقى اوريدي موجود في المول. المحلات التجارية بالكامل تم إيجارها لمدة قد إيه؟ لمدة 9 سنين. يعني وفي دلوقتي على فكرة وحدات متاحة في الدور الأول. يعني حضرتك لو أنت دلوقتي حاليا بتفكر تاخد حاجة تشتريها ومتشغلة ومتأجرة، ده موجود في مول جراند سكوير. كان افتتاح ضخم جدا، حضر فيه كتير جدا من الناس المعروفين في شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وكل الشركات التسويق، وكل المدعوين، وكل القائمين على نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كانوا موجودين في ايفنت ضخم جدا اتذاع كمان على كل القنوات. بعد كده نزلوا او افتتحوا مشروعهم سكاي سيتي في الجلالة. سكاي سيتي سكنوا 40 أسرة، ففي 400 أسرة بالفعل اتسكنوا. في باقي المشروع حاليا متاح تأجيره في شهر 3 المارس المقبل. يعني حضرتك شهر 3 الجاي لو انت اخدت دلوقتي وحدة او شاليه او فيلا هتتأجر في شهر 3، وليك حق الانتفاع فيها عادي. مش حق الانتفاع بمعنى كلمة حق انتفاع، ليك حق ان حضرتك تستخدمها في شهر 8 او شهر 9. فبالتالي حضرتك انت اوريدي بتشتري حاجة جاهزة ومتشغلة ومتأجرة كمان ومفروشة. ده بالنسبة لسكاي سيتي الجلالة. فالشركة كانت ذكية جدا في كل مشاريعها وافتتاح المشاريع، إلى أن تم طرح المشروع الجديد أو المول الجديد. حضرتك في إنشاءات، يعني تقدر تشوف المحل بتاع حضرتك قبل ما تشتريه. طبعا احنا عارفين أنظمة بيراميدز الاستثمارية اللي هو حضرتك تدفع مقدم، ما تدفعش حاجة تاني، تاخد عائد على المقدم والباقي تقسيط من بعد الاستلام، بنظام طبعا الإيجار أو تفويض الإيجار المتواجد. سريعا كده نبين تاني برضو او نظهر تاني مع بعض مميزات الموقع. مدخل العاصمة الإدارية الجديدة، 43 مبنى المشروع بالكامل. المبنى اللي انا بتكلم عنه ده قدام النهر الأخضر، تحديدا قدام الجزء الاول من النهر الأخضر اللي فيه حديقة الحيوان المفتوحة، مسجد الفتاح العليم، الملاهي، غير ان المول التجاري هو اوريدي اصلا هيكون فيه ملاهي. ده كده بس باختصار عن المشروع الجديد، الى ان يتم اشعار الاسعار المتواجده، لان حاليا لسه مفيش اسعار افيلبل. حضرتك بس بتقدر تحجز وبتستنى بنشوف الاسعار والوحدات المتاحه وتختار وحدتك. لو في اي استفسار حضرتك تقدر تكلمني على رقمي اللي موجود قدام حضرتك على الشاشه. شكرا.